السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الناس اللي كيزوروني اول مرة مرحبا بكم كذلك. ما تنساوش ديروا لي لايك والاشتراك للقناة باش يوصلكم كل جديد. وصفتنا اليوم هي عبارة عن بسبوسة مسقية بأبسط المقادير وأسهل طريقة، كتجي لذيذة كتحمق، شكلها كيشهي. خليكم معايا اخواتي حتى لنهاية الفيديو وفرجة ممتعة. وما تنسونيش واحد اللايك. اول حاجه غادي نحضروا السيرو اللي غنسقيو به البسبوسه. عندي كاس ديال السكر حبيبات، كيس من الفاني باش نسمو، وجوج كيسان د الماء. غادي ندي الكل فوق النار يغلي 10 ديال الدقائق فقط، وغنطفي عليه ونخليه يبرد. وغادي ندوزو للخليط ديال البسبوسه. كيف كتشوفوا عندي هنايا بيضه واحده فقط بدرجه حراره المطبخ، اللي غادي نضيف لها كذلك كيس ديال الفاني ونص كاس ديال السكر حبيبات. وما نساوش واحد الرشه ديال الملح لتصحيح الذوق. كيف شفتوا هاد البسبوسه منسمه بالفاني، يمكن لكم تنسموها باش ما بغيتوا. عندي هنايا نص كاس ديال الزيت من طبيعة الحال. من بعد ما خلطت مزيان داك البيض مع السكر، كنضيف نص كاس ديال الزيت فقط وكنطرب. وغادي نضيف كاس ديال الحليب. كيف قلت لكم بسبوسه بابسط المقادير واسهل طريقه. كنخلط الخليط مزيان حتى تينسجم ليا كاع داك المكونات. ومن بعد غادي نضيف الكاس الاول ديال السميده الرقيقه، اولا اللي ما عندهاش، اولا اللي ما لقاتش السميده الرقيقه يمكن لكم تعوضوها بالدقيق الفينو، راه حتى هو كيجي زوين في البسبوسه. وغادي نضيف الكاس الثاني ديال السميده الرقيقه. كيف كنعرفوا السميده دغيا كتشرب، الا تشربات لكم في هذه الحاله بلا ما تضيفوا هاد 2 معالق ديال الكوك. انا الصراحه ما تشربات ليش، ضفت 2 معالق ديال الكوك وواحد الكيس ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام. بالنسبه اللي ما بغاتش دير الكوك او اللي ما عندهاش متوفر، تعوض دوك 2 معالق بالدقيق الابيض الرطب، يعني حنا غير مع البساطه والسهل. خلطت مزيان حتى ولا ليا الخليط على هاد القوام. غنخليه على جنب وغادي ناخد المول اللي غنطيب فيه هاد البسبوسه. هاد المول هذا راه القطر ديالو 20 سنتين. كندهنو مزيان بالزبده. كل ما دهنتو لي مول ديال الكيك اولا ديال البسبوسه بالزبده، كل ما كيجيو رطب وهشاش. من بعد ما دهنتو بالزبده مزيان، غادي نفرغ عليه واحد 4 كاس ديال السميده اللي غادي نخلطو هكايا. وغادي نحيد داك الفائض. في هذه المرحله هذه الفران انا راني شاعله باش يسخن، سواء فران كهربائي او لا فران ديال الغاز. كنفرغ الخليط وكنديها للفران. الا كان الفران ديال الغاز كطيبوها بحال الشكل ديال الكيك، النار تكون مهيله. والا كان الفران كهربائي كنديروا درجه 180 درجه وكنخليوها حتى تطيب. اخواتي ما تنسونيش واحد اللايك، الله يجازيكم بخير. من بعد ما طابت البسبوسه كيف كتشوفوا وهي مازال سخونه، كنرجعها في هاد الطبسيل هذا. شوفوا تبارك الله محمره من الوجه ومن الظهر ديالها وهي مازال سخونه. كيف قلت لكم كنتقبها بهاد القطيب هذا نسقيها بداك السيرو اللي حضرت. غير سقيوها مزيان، لان البسبوسه فاش كتكون سخونه راه بسرعه كتشرب داك السيرو. شوفوا الهشاشه والرطوبيه تبارك الله ما شاء الله. كنضيف واحد المعلقه ديال المربى اولا الكونفيتير، اي نوع كان عندكم. كيف شفتوا انا ضفت غير هذا المربى ديال الحلويات اللي كيكون جاري. كندهن الوجه مزيان ومن بعد كنرش عليه هاد الكوك اولا الكوكو. يعني تزيين بسيط في متناول كل سيدة وعلى حسب المتوفر في كل بيت. أنا درت لها تزيين بسيط في المستطاع. المهم كتجي بسبوسة بمذاق رائع، شكل جميل. من بعد ما رشيت هاد الكوك، عندي هنايا صلصة الكراميل اللي غادي ندير بها هكايا خطوط على هاد الشكل هادي، غير خطوط عشوائية.
ما كنتوش متوفرين على هاد الصلصات. عندي هنا كذلك صلصة الشوكولا. كيف قلت لكم الا ما كنتوش متوفرين على هاد الصلصات فبلاش منهم، فقط اكتفيو غير بداك الكوك اللي رشيته على الوجه. انا الصراحه عندي متوفرين في البيت فزينت بهم هاد البسبوسه هادي. كتكون هذه هي البسبوسه اللي حضرت معاكم بابسط المقادير واسهل طريقه. كتجي رائعة، هشيشة رطبة، كتذوب ذوبان، مذاقها كيجي خطير. كنتمنى انكم تجربوها، وكنتمنى نكون خفيفة ظريفة عليكم ويكون عجبكم الفيديو. اخواتي ما تنسونيش واحد اللايك وبارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب. خليتكم في رعاية الله وحفظه، والى فيديو جديد ان شاء الله.